يا مساء الفل عليكم. انا ساره ودي حلقه جديده من بودكاست محدش قال لنا كده. احنا شعب بنحب بعض قوي، اسم الله علينا، وبنحب الزيارات جدا، ودي حاجه حلوه قوي، وكمان بناخد عليها حسنات. بس احنا بنعمل شويه حاجات كده اوقات الزيارات بتخلينا نتضايق من بعض، والقعده بتتقل قوي على قلبنا سواء كنت ضيف او صاحب البيت. حلقتنا النهارده اسمها آداب الزياره. وأول خرافة معانا هي خرافة إن البيت بيتك. فجأة كده تلاقي ضيفك واقف في مطبخك ولا في أوضة نومك وفاتح دولابك ولا تلاجتك ويقولك هو الكاتشب خلصان ليه؟ بجد ايه التصرفات دي؟ مش معنى إن صاحب البيت قالك كده مجاملة منه إنك تتمادى وتتصرف تصرفات تكره صاحب البيت في زيارتك. تاني خرافة بقى هي إنك تنصب نفسك مشرف النظافة العامة، رايح عند الناس تقول لهم ايه المواعين دي، ايه التراب اللي في كل حتة ده، ايه الغسيل ده كله، وتفضل تدي في نصايح بقى محدش طلبها منك اصلا. فخليك لطيف وخفيف كده، يا تمدح يا تسكت. وتالت خرافة بقى هي العيال، وما ادراك باللي العيال بتعمله. اول حاجة خلينا متفقين وعارفين ان الاطفال شقية ومش بتحب تقعد، بيحبوا يدخلوا بيوت جديدة ويستكشفوا حاجات جديدة، حاجات ما شافوهاش قبل كده. ولو الموضوع على قد الكركبة اللي بيعملوها فالدنيا بتبقى جميلة قوي والقعدة بتبقى تمام. لكن لو بقى خراب وبوظان وبقع في كل حتة، ونوقع أكل هنا وهنا وهنا، ونمسح في الحيطان، وشتايم وقلة قيمة، ده بقى صعب جدا. كمان مع غياب دور أم أو أب حسب اللي موجود في الزيارة، أو ردهم يبقى مستفز زي إنهم مجرد أطفال وإيه يعني. طب يا هانم ابنك كسر لي حاجة غالية قوي على قلبي، كانت ذكرى ليا، ويكون الرد بكل برود طب اعمل له ايه، ده عيل، طب خلاص ما تجوش عندنا تاني ونقفل الموضوع على كده. رابع خرافة معانا هي الالحاح في الضيافة. موضوع صعب قوي ان ابقى جايلك وانت عمال تحط قدامي اكل مثلا بطريقة بشعة وتفضل تحلف عليا اني اكل غصب عني. طب يا عم بطننا اتملت، طب خلاص شبعنا والله، طب انا مش بحب الصنف اللي انت عمال تحط لي منه ده، ولا حياة لمن تنادي. مش معنى ان انا ضيف ان انت تجبرني، ومش معنى ان انا مش عايزه اكل حاجه او شبعت مثلا ان انت تزعل. الضيف برضو ليه حق علينا. ايوه نعرض كذا مره بادب، ما قلناش حاجه، ولو انت عايز حاجه ممكن تطلب، مفيش كسوف طالما احنا قعدنا وهناكل سوا، بس برضو في حدود الادب. ما ينفعش اقوم قايمه كده في نص الاكل واقول انا شفت عندكم نص فرخه مشويه في التلاجة سخنوها لي. وخامس واخر خرافة معانا النهاردة هي خرافة اني كل ما اطول على القعدة عند الناس يبقى انا بحبهم اكتر، ومش هنمشي غير لما نشرب كوباية شاي كمان، او حد سخيف يجود كده ويقول ايه ما عندكوش عشا بقى. مالك يا استاذ؟ لو صاحب البيت ما طلبش منك ان انت تسهر معاه ما ينفعش تقعد عنده 12 ساعة. مش هينفع يطلعوا عليك بالبيجامات ويشدوا اللحاف عليهم، لازم نمشي واحنا خواف على القلب. وفي الاخر آداب الزيارة دي مش مجرد اتيكيت أكل وشرب عند الناس أبدا. آداب الزيارة دي هي إن أنت تضيف بهجة على الناس اللي أنت رايح لهم، وهم كمان يضيفوا لك بهجة، وإن أنت تسيب المكان أحسن مما لقيته، وحاول تساعد لو لقيت اللي قدامك محتاج مساعدة، ولو اعترض خلاص. لازم نبقى خفاف مهما كنا قرايب، ولازم يبقى في حدود علشان تبقى قعدتنا حلوة ومش تقال على بعض. ومن هنا للحلقة الجاية يا رب تكونوا خفاف دايما على قلب بعض، والحب مالي بيتكم.